لأمر الله لبينا ليهديك وفي المحراب صليت سألت الحق يعطينا الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى ونجى الخليل من النار فصارت بردا وسلاما فاعتبروا بما جرى وأرسل موسى ب9 آيات إلى فرعون فما اعتبر وما رعى وأيد عيسى بآيات تبهر الورى وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الصمد الذي لا منازع له هو الجبار في السماوات والأرض لا معطل لحكمه ولا رد لأمره الشمس والقمر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الوحش مجده والنجم سبحه والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور السم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيصدرهم والعبد ينساه وربي ليس ينساه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت بنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيد ما غيرت ما حرفت كلماته شلت يد الجاني وجاه المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنتهي عن حبها وغرامها بمحمد يا رب صل على الحبيب محمد صلوا عليه وسلموا تسليما بداية أشكر أهل هذه البلدة الطيب أهلها ما علمت عنكم إلا خير أنا شواركم من أهل شهر وأعلم أنكم أهل سلمون أهل كرم أهل علم أهل سخاء أهل محبة للدين ويشهد ذلك الشيخ زين العابدين الذي حضرت جنازته بنفسي ورأيت كمية حب هذه البلدة لهذا الرجل أسأل الله العلي العظيم أن يرحمه وأعلم جيدا عن أهل سلمون هم يحبون المشايخ بل ويقدسون الدين أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم بداية أقول شرف لي أن أتحدث بعد أساتذة الأستاذ الدكتور حسين والأستاذ الدكتور محمد حسين ولكن أقول هل تحبون رسول الله؟ أنا بسأل سؤال أنتم بتحبوا النبي؟ كلنا بنحب النبي صح؟ طب النبي قال إيه بقى؟ تركت فيكم
ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر والدكتور محمد قيام الليل. هم ذكروا فضل قيام الليل، ولكن سريعا قبل أن نتحدث عن السواك ما الذي يعيننا على قيام الليل؟ هم قالوا إن فضل قيام الليل كتير، أن الله عز وجل مدح القائمين فقال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال الإمام الحسن البصري لما أخفوا عبادتهم لله جل وعلا أخفى الله عنهم جزاءهم من النعيم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الدكتور أن قيام الليل علامة من علامات المتقين. قال جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لكن الفضائل كمان قال لك أن صلاة القيام من أفضل الصلوات عند الله. فقل لعم الحج أنه زي مع الحج قال يعني أفضل من صلاة الظهر والعصر والمغرب أو السنن أولا هي من أفضل الصلوات. مش معنى إن هي من أفضل الصلوات أن تترك باقي الصلوات، صح؟ لأنك محاسب على الكبيرة والصغيرة. والروح منك وديعة تودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، والليل فعلا والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب، حتى النفس بيعد ويحسب. فأنت هتجازى على سنن الظهر وسنن المغرب وسنن العشاء، وأفضل هذه السنن قيام الليل كما قال أستاذنا وعالمنا الأستاذ الدكتور حسين. قال لك كمان إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما قال أستاذنا الدكتور محمد. اعلم كمان أن قيام الليل هو باب من أبواب الرحمة. إزاي؟ النبي بيقول لك إيه صلى الله عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني وورده الإمام الألباني يقول رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فصليا جميعا أو صلى كل واحد منهما دون الآخر. يبقى هو باب من أبواب الرحمة. أقول لك على حاجة كمان، النبي بيقول لك أن قيام الليل شرف. يعني إيه شرف يا جماعة؟ يعني عقدة؟ لا. أن قيام الليل هو مقام. يعني إيه؟ يعني سلطان، مال، جاه، وظيفة، ولاية مش هينفعوه، واللي هينفعه قيام الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري واعلم أن المؤمن شرفه قيام الليل. طب إحنا نتشجع لقيام الليل إزاي؟ أول حاجة لابد إن إحنا نعملها هي ترك الذنوب والمعاصي. الكآبة والهم والحزن والغم سببه الذنوب. ازاي يا عم الشيخ؟ اقول لك يقول الله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الشيخ سيد وقف عايز اخلص. ده بالحاجه الثانيه ايه؟ قال لك الدعاء. ليه يا جماعه؟ لأن قيام الليل هو توفيق من الله جل وعلا. حتى لو بتعمل كل حاجة وربنا ما وفقكش لقيام الليل مش هتقوم. فتدعو الله عز وجل أن ينعم عليك بقيام الليل. طب تالت حاجة إيه كمان؟ قلة الأكل. ما تاكلش كتير وتنام. قال أحد التابعين من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا خسر كثيرا.
طب رابع حاجه قال لك اكل الحلال والبعد عن الحرام. ما انت ما تقعدش ترتشي طول النهار وتسرق وتعمل وفي الاخر تقول انا عايز اقوم الليل. طب انت لك يا عم الحاج؟ اقول لك يقول الله عز وجل يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يقول الامام ابن كثير وجعل الله عز وجل سبب العمل الصالح هو اكل الايه؟ الطيبات. طب اخر حاجه ايه بقى؟ قال لك اخر حاجه ذكر الله عز وجل. ازاي يا عم الشيخ؟ يعني انا ما اذكر ربنا اول الليل اقول لك ليه؟ لان الذكر يعطي للانسان ايه؟ قوه. يعطي للانسان ايه؟ قوه. طب ايه دليل؟ اقول لك الحديث الذي رواه الامام الترمذي ان السيده فاطمه كانت في يوم تملئ الماء فاثرت القربه في ايه؟ في عنقها. شايله القربه كده في عنقها فاثرت فيه. بتكنس فاثر الغبار في ثوبها. بتعمل بالراحه فاثرت الراحه في يده. فسيدنا علي دخل عليها لقاها متبهدله خالص. فقال لها ايه؟ هل سالت رسول الله خادما؟ ما تروح تقوم تساليه خادم النبي بقى. فراحت للنبي فقالت له حصل كذا وكذا وكذا. فقال لها الا ادلك على خلق؟ فقالت له بلى يا رسول الله. فقال لها اذا اتيت الى نومك فسبح الله 33 واحمدي 33 وكبري 33 فذلك خير ايه؟ خير. سريعا كده السواك. انتوا عندكم شك ان النبي هيقول حاجه ما فيهاش فايده؟ لا. النبي بيقول لك ايه بقى؟ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. طب ايه الفايده من كده؟ طب النبي قالها امتى؟ منذ اكثر من 1440 سنه، صح؟ مش احنا في 43 و44 يعني 1444 سنه النبي قال. يجي الدكاتره دلوقتي يا دكتور محمد يقول لك ايه؟ ان استعمال السواك دبر كل صلاه بيقضي على 3665 نوع من البكتيريا. انت متخيل 3645 نوع من البكتيريا استعمال السواك ده هو بيقضي عليه. يبقى لما النبي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي فلنتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله واصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلد فإن تصبك مصيبة تجدو لها فذكر مصابك بالنبي محمد. أقول ما سمعتم وجزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمة الله